السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة البيتفور بكل تفاصيله وبمقادير مظبوطة جدا، وهيطلع معاكي بإذن الله ناجح ومن أول مرة. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف عملناه ازاي. بس يا ريت لو أول مرة بتشوفوني تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد. يلا بقى نشوف عملنا الجمال ده كله ازاي. اول حاجة معايا كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات، ومعايا 250 جرام من السكر البودر، ومعايا معلقة صغيرة من الفانيليا، ومعايا البيض. بقى هنا انا معايا بيضة واحدة كاملة، ومعايا 3 اصفر بيض، يعني بيضة واحدة بس كاملة و3 من صفار البيض. ومعايا 750 جرام من الزبدة الصفراء، انا استخدمت زبدة فير. اول حاجة كده هعملها هجيب العجان بتاعي وهنزل بالزبدة. انا الزبدة ببقى مقطعاها مكعبات وبعدين بدخلها التلاجة، وقبل ما اشتغل بيها بخرجها بره التلاجة تهدى بس كده علشان تتضرب معايا بكل سهولة. اول ما ابدا اضربها هضربها الاول بالسلاح بتاع الكف ده علشان ما تكسرليش المضرب بتاعي. هفككها كده بس من بعضها زي ما انتوا شايفين كده بالظبط، يا دوب بس هتفك معايا كده من بعضها. وبعد كده هبدأ ارفع المضرب بتاعي وهنزل بالسكر البودر. السكر البودر لازم في كل الوصفات بتاعتنا احنا بنكون نخلينه بالنسبة للسكر وللدقيق. دي حاجة مهمة جدا عشان ما يكونش فيه كتل وما تتضربش معايا كويس. هبدأ اضرب بقى فيه كده لفتين 3 بنفس السلاح. وبعد كده اول ما ينعموا معايا بالطريقة دي هبدأ انزل الزبدة كلها اللي في السلاح اللي بتاع الكف ده. وبعد كده هبدأ انزل الاطراف بتاعة الحلة كلها، انزل السكر البودرة مع الزبدة المهم كويس من على اطراف الحلة. وبعد كده هحط السلاح بتاع الخفق المضرب نفسه، وهشغل بقى عليه على سرعة عالية بقى وهبدأ اضربها كويس جدا. انا عايزة في المرحلة دي الزبدة تتضرب كويس مع السكر البودر ينعموا جدا ويهيشوا ويدون اللون الابيض الفاتح. زي ما انتوا شايفين انا رفعت السلاح وبقلب الزبدة، بجيب الزبدة اللي تحت عشان ما يبقاش فيه زبدة لسه ما اتضربتش. انا عايزاها تتضرب كويس خالص ولونها يفتح معايا زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. هي خلاص كده نعمت معايا وبقى قوامها كريمي زي ما انتوا شايفين. هبدأ بقى معايا البيض، هجيب المعلقة الصغيرة من الفانيليا هنزل بيها على البيض بتاعي. وبعد كده هنزل بالبيض واحدة واحدة، يعني انا هنزل ببيضة واحدة وهبدأ اشغل عليها. واول ما البيضة تختفي معايا تماما هبدأ انزل بالبيضة اللي بعدها. واهم حاجة في المرحلة دي ان البيض يكون بدرجة حرارة المطبخ، ما ينفعش البيض يكون خارج من التلاجة، هيفصل معايا الزبدة وهيتبوظ الوصفة معايا. زي ما انتوا شايفين كل ما بتختفي بيضة بنزل باللي بعدها. وزي ما اتفقنا معانا بيضة واحدة بس و3 اصفر بيض. الصفار البيض بيدي البيتفور نعومة كويسة قوي، والبيضة دي عشان تعمل لنا تماسك للبيتفور. زي ما انتوا شايفين خلاص خلصت. هبدأ بقى احط سلاح الكف، وفي المرحلة دي تقدري تعمليها بايدك، يعني تقدري تحطي الدقيق وتقلبيه بايدك. احنا في المرحلة دي احنا عايزين تقليب بس، احنا مش هنعجن. هنزل كمية الدقيق كلها وزي ما اتفقنا الدقيق يكون منخول. هديله بس تقليبة بس واحدة واحدة كده، انا مش هعجن انا هقلب بس. والمرحلة دي زي ما اتفقنا تقدري تعمليها على ايدك، هتقلبي بالراحة خالص عشان احنا مش عايزين الدقيق يعمل معانا عرق. ده ملمس العجينة بيكون طرية زي ما انتوا شايفين عشان انا هشكله في الكيس. وهتقدري برضو بنفس العجينة تشكليها في المكنة وهوريكي برضو ازاي. انا استخدمت في التشكيل البلبلة بتاعة البيتفور وده بيكون شكلها، واستخدمت كيس الحلواني اللي هو القماش وبيبقى مشمع من جوه زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. هبدأ احط العجينة بتاعتي واشكلها معاكم. انا هبدأ كده اشكل، بحط حتة من العجين في الكيس بتاعي بس ما بملاش الكيس على الاخر علشان ما يكونش تقيل معايا. هبدأ كده اضغط بتنزل معايا زي ما انتوا شايفين بكل سهولة.
ده طبعا الشكل ده المتعارف عليه في محلات الحلواني وفي كل حتة. هي دي اللي احنا بنشوفها بره. طبعا تقدري تصغري تكبري تعملي الحجم اللي انت عاوزاه. انا بعملها صغيرة شوية علشان هي بتفرد جوه الفرن. هي مش بتفرش بس بتعمل ايه قاعدة لنفسها في الفرن. وبرضو عملت بالبلبلة بتاعت بلح الشام، بتعمل معايا شكل حلو قوي، بيكون عامل كده شبه النجمة وبيكون شكلها حلو جدا زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. انا هعمل الشكلين دول وهعمل باقي الكمية بنفس الطريقة، وبرضه هوريكي لو جربنا العجينة دي في المكنة هعملها برضه ازاي، وهتطلع معاكي بنفس الطريقة ونتيجتها برضه هتكون معاكي حلوة جدا. انا جبت المكنة بتاعت البوتيفور، وطبعا فتحتها كده من تحت وحطيت قطع من العجينة. وبعد كده هتحطي بقى الشكل اللي انت حابة تطلعي العجينة زيه، وبيبقى فيها اشكال كتير جدا. انا عملت بالشكل ده، وهبدأ كده اقفل المكنة بتاعة البوتيفور. وبعد كده هجرب معاكم زي ما انتوا شايفين، وعملت الشكل اللي هو بتاع الوردة. انا ما بحبش بقى المكنة في ان واحدة بتطلع صغيرة واحدة بتطلع كبيرة، فبتضطري كل شوية تشيلي عشان تعملي كله مقاس واحد. فبصراحة انا بستسهل الكيس بتاع الحلواني، بتكون ايدك خدت عليه وبتنزلي كله مقاس واحد، وبيكون اسهل في الشغل وما بيخليكيش تاخد وقت خالص. زي ما انتوا شايفين ده الشكل بتاع المكنة. انا هكمل بقى نفس الطريقة زي ما قلت لكم بالشكلين اللي انا هعملهم. وهبدأ بقى اكون مشغلة الفرن بتاعي وانا شغال على درجة حرارة 180، والفرن بتاعي هيكون شغال من تحت بس، واللي هخلصه هدخله على طول. وزي ما انتوا شايفين فضلت معايا حتة عجين، جبت معلقة كبيرة من الكاكاو الخام الاسباني ونخلتها، لازم يتنخل عشان بيعمل تكتلات. وهبدأ كده اجيب معايا اهم حاجة. كلنا بنبقى عندنا مشكلة ان احنا مش عارفين البتفور اللي بالكاكاو استوى ولا لا. انا سبت حتة عجينة من الابيض في الكيس، وجبت الصواني اللي انا هشكل عليها اللي بالكاكاو، وحطيت في كل واحدة كده او اتنين من البتفور الابيض، وبدأت اشكل اللي بالكاكاو عشان لما يدخلوا جوه الفرن اول ما الابيض ده يستوي هبقى كده خلاص انا عرفت ان الكاكاو استوى. دي فكرة حلوة وجربيها هتنفع معاكي جدا. هبدأ كده اشكلهم كلهم بنفس الطريقة، وبعد كده هدخلهم الفرن. لو انتي شغالة في الصيف تقدري تشكلي وتكوني مشغلة مروحة، وتحطي تحت المروحة، او اللي تشتغليه تحطيه على رف التلاجة قبل ما تدخليه الفرن. انا كده خلاص خلصت الكمية بتاعتي كلها، وطلع حاجة كده ما شاء الله زي ما انتوا شايفين التسوية بتاعتها ممتازة. زي ما اتفقنا بنكون مشغلين الفرن من تحت بس على درجة حرارة 180، واول ما بلاقي الاطراف بتاعتها من تحت كده ادت لون احمر فاتح كده خفيف، بشغل عليها الشواية على الهادي، وما بدلهاش لون كبير قوي من فوق، لا انا بديها حاجة كده بخليها لونها اشقر فاتح زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. يلا بقى نزينه مع بعض. اول حاجة كده هعملها معايا كيس من بتاع الحلواني اللي هو استخدام المرة الواحدة. هجيبه كده وهعمل فتحة فيه كده بالمقص، وهبدأ اجيب المربى اللي انا هعمل بيها. بالنسبة للمربى انا استخدمت مربى المشمش اللي هي الكريمي. ما ينفعش اي نوع مربى تانية في البتفور، في حشو البتفور. ممكن تستخدمي حشو النوتيلا، بس انا بصراحة بحب المشمش جدا. وعشان اسهل بقى على نفسي وما اخدش وقت في الحشو بتاع البوتفور، بجيب البوتفور زي ما انتوا شايفين كده، بقلبه على ظهره، برصه كده وبعمله صفوف. وبعد كده ببدأ انزل بالحشو بتاعي بالكيس واحدة واحدة، بعمل سطر بالمربى وسطر بسيبه فاضي، وبعد كده بلزق كل اتنين قصاد بعض. الحركة دي بتخليني ما باخدش وقت خالص في التزيين. اهم حاجة احاول انسق ان كل واحدة تكون قد التانية، ما تكونش واحدة كبيرة وواحدة صغيرة. زي ما انتوا شايفين مش بتاخد وقت خالص. هبدأ كده اقفل كل الاتنين على بعض زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. الحشوة هتكون متماسكة معاكي جدا ومش هتاخد وقت خالص وانت بتزيني. هبدأ اعمل نفس الحركة، صف بالمربى وصف تاني اسيبه فاضي. اهم حاجة نركز بس زي ما اتفقنا ان كل اتنين يكونوا قد بعض زي ما انتوا شايفين. انا هخلصهم كلهم بنفس الطريقة وارجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم الفيديو. نيجي بقى لاخر مرحلة وهي التزيين.
بالنسبة للتزيين ده هيكون حسب المتوفر والمتاح معاكي، ولو حابة تسيبيه كده سادة عادي براحتك. انا استخدمت هنا شوكولاتة خام، اللي هي الاسود الدارك والبيضة. بالنسبة للنوع اللي انا استخدمت شوكولاتة سما، وتقدري تستخدمي برضو دريم حلوة جدا. سيحتهم كده على حمام مائي، وجبت عندي كده قلب لانشا وحطيت عليها كيس من اكياس التلاجة، فتحته وفردته علشان يكون معايا سهل وانا بنقل البوتفور. وتقدري تحطي برضو لو متوفر عندك ورق زبدة هيكون حلو جدا. هبدأ كده اخد من البوتفور واحط نص البوتفورة بس في الشوكولاتة زي ما انت حابة بقى، انت وذوقك. انا عملت جزء كده وبدأت احط في الجزء التاني سبرينجلز، اللي هو الالوان الصغيرة ده. وتقدري برضو تستخدمي الشوكولاتة الفارماسيل اللي بتبقى برضو حلوة قوي، بس انا بصراحة ولادي مش بيحبوها، فانا بحب السبرينجلز اللي هو الصغير ده. هبدأ برضو اعمل شوية بالشوكولاتة البيضة. انا بس مجرد ان انا بديكي افكار، وتقدري تعملي الشكل اللي تحبيه واللي يريحك. زي ما انتوا شايفين انا عملت كده بالشوكولاتة البيضة. وبالنسبة بقى للكاكاو انا بحب اغطسه كله كده في الشوكولاتة زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. بتبقى كلها فوق من بره ومن جوه شوكولاتة، بتبقى حلوة جدا. هعمل كده شوية منهم، وهبدأ احط بقى اي نوع مكسرات او اي حاجة كده عشان بس تكسر اللون اللي عندي. انا حطيت عليها انصاص كده من عين الجمل، تقدري تحطي بندق، تقدري تحطي اي نوع مكسرات او اي حاجة موجودة عندك زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. هبدأ كده ادخلهم بقى التلاجة حوالي 3 دقايق، الشوكولاتة هتمسك بكل سهولة. وبعد كده معايا لون اخضر اللي هو الجل، هبدأ احط منه نقطة واحدة بس على الشوكولاتة البيضة. انا حسيت ان هي غامقة قوي، عشان افتح اللون جبت شوكولاتة بيضة تانية وبشرتها، وبدأت برضو اسيحها على حمام مائي، وبقت باللون الفاتح اللي انتوا شايفينه ده. هبدأ برضو اشكل باللون الاخضر اللي انتوا شايفينه ده، مدي لون حلو جدا. وهبدأ اعمل بقى اللي هي النجوم دي، هخليها كلها من جوه ومن بره بنفس اللون، هتدي شكل حلو جدا. وبعد كده هبدأ احط عليها كده من فوق السبرينجلز اللي هو الملون ده. ومعايا برضو جوز الهند بيبقى حلو قوي. هبدأ كده اجيب البوتفور واحطه كده نصه برضو في المربى، وبعد ما اخرجه من المربى هدخله على جوز الهند عشان يشيل معايا كمية كويسة، بيكون حلو قوي. انا هشكل بقى باقي الكمية كلها وهرجع لكم تاني. انا هنا خلاص خلصت الكمية بتاعتي كلها زي ما انتوا شايفين، حاجة كده ما شاء الله، ولا افخم محل حلويات. يلا اعمليه بقى في بيتك وجربيه، وجربيه بالمقادير دي ان شاء الله هتطلع معاكي مظبوطة جدا، حتى لو اول مرة بتعمليه. زي ما انتوا شايفين الالوان بتاعته جميلة ازاي. اعملي طبعا وحسب المتوفر والمتاح عندك. وعملت برضو اللي بجوز الهند ده طلع حلو جدا. انا عملت ده وعملت برضو اللي بجوز الهند، وسبت شوية سادة كده، ما شكلتهمش يعني ما زينتهمش. حاجة كده ما شاء الله، بيدوب في البق ومقاديره مظبوطة جدا. انا عايزاكي بقى تجربيه وترجعي لي هنا تاني وتقولي لي رأيك ايه في الكومنتات. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي بألف خير، مع السلامة.